السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج دقيقة كورة. النهاردة هنتكلم عن التصريحات المثيرة للرئيس رئيس الزمالك المعزول. 7 تصريحات أو 8 تصريحات أو زي ما قول الزمالك أو رئيس نادي الزمالك عمل مؤتمر وألقى به بخطاب وقعد وبيانات، وطبعا تشوف على قناة الزمالك طبعا حدث ولا حرج، تطبيل من هنا لبعد بكره. نتكلم على التصريحات طبعا بعد عزله. طبعا مرتضى احمد مرتضى امير مرتضى بيعلنوا خلاص ان هم هيمشوا من النادي وخلاص مش موجودين في النادي. بس كده بياخدني كده كم تصريح هم كانوا اتقالوا قبل كده، ولكن يعني ازاي وليه؟ يعني ليه بيحصل ده؟ وليه احس دايما انا كذا؟ يعني مثلا انا لو زملكاوي وبسمع الكلام ده، ايه اللي ممكن يوصل لي؟ طب انت ليه بتقول كده؟ هي التصريحات بقى هي بتقول ايه؟ اول تصريح كان بيتكلم يجي يقول لك احنا الزمالك نادي داخل على كارثه، داخل على كارثه. الزمالك ممكن يقفل بعد اسبوعين. طيب انا كزملكاوي وانا بتفرج على التصريحات دي ومتابع نادي الزمالك من الاول وبقول الزمالك داخل على كارثه، اعتقد مفيش اكتر من كده كوارث. يعني خساره الدوري، خساره كاس، انسحابات، يعني صفقات فاشله، يعني بدون تجميل في الكلام، صفقات حرفيا فاشله لا تليق بالفارس الابيض. ودايما يتقال يعني النادي يعني هيقفل والنادي في كارثه. مفيش اسوأ من كده. خسرت كل البطولات، كل المنافسات انت خسرتها، وجاي بتتكلم وبتقول النادي داخل على كارثه. هو النادي اوريدي جوه الكارثه، يعني هو النادي خلاص هو جوه الكارثه، هو مش محتاج يدخل على كارثه تاني. مفيش اسوأ من كده. طالع حصاله افريقيا ثالث، مفيش اي، حتى الترجي لما انت جيت كسبته هنا في مصر، الترجي دون المستوى، دون المستوى. يعني دايما يتقال لك يعني لان يعني دايما لما ما بيحس ان هو خلاص مش موجود في الصوره او مش موجود في الكادر، خلاص لازم يحسس الزملكاويه والجمعيه العموميه ان الدنيا هتخرب طول ما انا مش موجود. ما هي الدنيا خربانه وحضرتك موجود. يعني الطبيعي ان انا احس بتاثير وحضرتك مش موجود. لا، هو حضرتك موجود في مشاكل وفي كوارث. يعني لو افترضنا مثلا ان انت مثلا انت مش موجود. طيب انت لو افترضنا ان مثلا ممدوح عباس اللي حضرتك بتقول انه حاجز على الحساب البنكي للنادي الزمالك. طب هو بيعمل ده مش عشان نادي الزمالك، هو بيعمل ده عشان يوقع مرتضى او عشان مشاكل شخصيه مع مرتضى. طب لو مرتضى مش موجود، لو مرتضى مش موجود ممكن الحساب يبقى موجود والدنيا عادي ومش هيحجز على ارصده نادي الزمالك وتلاقي الدنيا ستيبل في الزمالك، ولكن وجودك هو سبب الكارثه. بالعقل احنا نمشيها كده ايه؟ انا بخاطب اصحاب العقول، مش بخاطب الناس اللي بتيجي مع الترند وخلاص. هلا هوبا ده سيف الزمالك، درع الزمالك، وكل البطيخ اللي بيتقال ده. انا بخاطب بس اصحاب العقول. انت لما بتيجي انت شايف ان مرتضى بيتعامل محافظ على الزمالك، شايف انه بيدافع عن حقوق الزمالك، كل الكلام ده يا عم ماشي على عيني وعلى راسي، بس تعالى نشوف وجوده هو ايه. يعني انا افترض دلوقتي ان هو بيعمل كل حاجه حلوه، بيعمل كل حاجه حلوه، واللي حصل ده غصب عنه. هو وجوده سبب الحجز على ارصده الزمالك، وجوده وصفقاته اللي تسببت في قضايا كتيره في الفيفا. تسمع عن قضيه اتشيمبونج، قضيه باتشيكو ليه مستحقات، وكتير يا اخي. ده كان في اجوجو ليه مستحقات لحد النهارده وتوفى، يعني اجوجو ده مات وليه مستحقات. كان في لاعب اسمه اليكسيس موندومو كان جاي من الافريقي التونسي راح الزمالك، الراجل ليه مستحقات. طبعا لو قعدنا نعد هنعد كتير. طب كل ده حضرتك بتشوفه مش فشل؟ كل ده بتشوفه مش كارثه؟ طيب يجي بقى قناه الزمالك تعمل ايه؟ تقول لك اصل الاهلي بيتاجل له، اصل مرتضى يعني جاي مثلا الصحفي محمد رجب بيقول لك في الاخر خالص لما المستشار مشي خلاص، فبيجي بيتكلم بيقول لك ايه؟ قال لك انا حيران ما بين اتنين، انا ما بين نارين. يعني الواحد كده يعمل له كده فيديو كده صغير يحط له اغنيه انا بين نارين، انا بين نارين بتاعت هدى.
المستشار انا بحبه وصديقي والراجل حرق دمه وما اعرفش ايه والقلب والسكر والفشه والكرشه، وجاي يقول لك وبرده خايف على نادي الزمالك. كفايه تطبيل. يعني انت صاحبه وكل حاجه وصديق عمره، ولكن خلي ضميرك المهني ده بعيد كل البعد عن صداقتك، ما ياثرش عليك، او صداقتك ما تاثرش على ضميرك المهني، لان اصحاب العقول هيرفضوا ده. انتوا عايزين تصدروا للناس ايه؟ بتصدروا للناس ان الزمالك ناجح والدنيا كلها ضده. من ضمن الكلام اللي حضراتكم بتقولوه على قناه الزمالك ان مفيش موارد ماديه، موارد ماليه للزمالك انه يدفع مثلا مستحقات لعيبه او مرتب مدرب الخ الخ الخ. هو زي ما انا قلت قبل كده في حلقات فاتت ان يعني مهنه او من مهام الاداره انها تقدر توفر موارد ماليه عشان تسد حاجتها. فحضرتك لما تقول لي ان انا ما عنديش موارد، دي مشكلتك، دي اول فشل للاداره. يعني ما تجيش تقول لي اصل حاجزين ما اعرفش ايه، لا ده انت عندك في حاجات كتيره تانية تقدر توفر بيها. يعني مثلا امام عاشور لما جه يجيب 100 مليون، فين ال 100 مليون؟ صفقات كتيره مشيت ببلاش، صفقات كتيره جبتها غاليه وما ادتش مع الزمالك، كل ده فشل للاداره. ما تقوليش بقى اصل اتحاد الكوره اهو مش هو اللي قال لك روح اشتري اللعيب الفاشل الفلاني عشان ما يقدمش ماتش، عشان ما يقدمش يعني مباريات واداء حلو. يعني اتحاد الكوره مش اللي قال لك والله خد ده حلو. اتحاد الكوره ملوش دخل في ده، وده من ضمن الحاجات اللي ادت الى فشلك. برضو من ضمن التصريحات قعد طبعا هاجم الخطيب كالعاده. انا قد اتحاد الكوره وقد الخطيب 100,000 مره وقد الكلام ده خلاص مالوش يعني. ما هو ده كان من ضمن اسباب الفشل. عمرك شفت رئيس نادي بيقعد يتكلم ويشتم في رؤساء الانديه والاتحادات والحكام واللعيبه ويخوض في اعراض؟ طب تعال نتكلم كمان بقى في قناه الزمالك كانت بتقول ايه. قناه الزمالك سياده المستر خالد الغندور جه بيتكلم بيقول لك ان عادل القيعي قال لك ان الزمالك عامل زي سيد اخو جعفر في جعفر العمده وبتاع. انا ما اتفرجتش على المسلسل ومش عايز اعرف القصه ايه، ولكن بيتكلم قال لك عشان ده يعني سيد ضعيف وجعفر اخوه هو اللي بيجيب له حقه، هو ده الزمالك والاهلي يعني. فقال لك لا، طب الاهلي بقى عامل زي دلال، طب ما اعرفش ايه. طيب انا عايز اتكلم بس في حاجه. طبعا انا ضد تصريح عادل القيعي، ضده جدا. يعني انا مش هنزل المستوى المبتذل ده للزمالك. اصل الزمالك ايه؟ انت لو اعتبرته دلوقتي القطب الثاني فده لا، مفيش قطب خالص، هو قطب واحد بس، هو الاهلي. فانت ما تقارنش الاهلي، غلطه عادل القيعي انه تقارن الاهلي بالزمالك او حط الزمالك في جمله مفيده، لانه لازم يترفع عن التفاهات دي حقيقه. لان الاهلي حرفيا على مدار السنين هو في حته ثانيه. الفتره دي بالذات في اخر 15 سنين لا، الاهلي او الزمالك بعيد كل البعد عن الاهلي فعلا في حته بعيده قوي عن الزمالك. انت خليت كده، حطيت راس براس الاهلي والزمالك، او حطيت راس الزمالك براس الاهلي، وده انا مش بايده. طبعا جه صبحي عبد السلام في الحلقه دي قال لك ازاي واحد عدى ال70 ولا عدى ال80 يقول كده ومعرفش وازاي، وكابتن محمود الخطيب سامح بده ازاي. طب هو انت لما بتيجي تتكلم وتقول ازاي واحد عدى ال70 ولا عدى ال80 يقول كده، طب انت ما عندكش حد بيقول كده؟ ما عندكش حد عدى ال80 ولا عدى ال70 بيقعد يشتم ويخوض في اعراض؟ كان قاعد معاك مصطفى جويلي ده نفسه اتشتم واتطرد من مؤتمر كان عامله المستشار مرتضى منصور. يعني عارف انت لما بتيجي تعايرني بحاجه او بتنتقدني بحاجه وانت الحاجه دي اصلا ملياك، وتيجي تقول لي طب هو محمود الخطيب ازاي سامح بده؟ يا باشا سياده المستشار سامح بقناه انها ما تتكلمش اصلا في كوره، ودايما بتخوض في اعراض الاهلي
وشتيمه الاهلي واتحاد الكوره ودايما الكلب مكيالين الخ الخ الخ. فانت اصلا قناتك ما بتتكلمش كوره. لما تيجي تنتقد حد في حاجه انتقده في حاجه ما تكونش فيك. يا اخي ده اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت اصلا بيتك من ازاز، يعني انت على الله حكايتك. وتعالى نتكلم كمان من ضمن الحاجات اللي اتقالت ان طبعا الاهلي بيتجامل تحكيميا، وكرة محمد شريف في ماتش بيراميدز في السوبر، وطبعا هم لما اعتذروا خدوا كأس الكرامة، تمام، وجم لعبوا قدام بروكسي. فتقريبا كده طبعا لعبوا قدام بروكسي، كلنا شفنا ان الماتش والاداء كان هزيل جدا. هو دي طبعا يعني دي ضريبة البطولة لسه واخدها كأس الكرامة. وجاي بعدها بتتكلم وتقول شريف المفروض كان يطرد، وجاب كوره بن شرقي قبل كده واتطرد بنفس الكوره. طب ما شفتش ماتش بروكسي اللي حضرتك كنت مغسول فيه كوره؟ طيب ما شفتش وليد عبد الرازق الحكم اللي تغاضى عن ضربة جزاء واتنين لبروكسي؟ طيب ما شفتش ده؟ طيب احنا لو انت ما شفتش ده، فكابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم اداك الفرصه انك تشوف ده مع طارق يحيى، بس اداره القناه رفضت اصلا اذاعه الحالات التحكيميه اللي ادت لتغيير مباراه او تغيير نتيجه مباراه. يعني طارق يحيى لما جه ياسر عبد الرؤوف قال له في النهارده فعلا، ياسر عبد الرؤوف بيتكلم بيقول له والله في النهارده في الماتشين حالات تحكيميه ادت لتغيير مسار المباراه او تغيير نتيجه المباراه. النهارده حصل. طارق يحيى تنح كده، ايه يا جدع انت بتقول يا جدع؟ يا جدع مش كده، مش ده طريقتنا، لا لا. طيب اقفل معاه بقى، اقفل بقى بسرعه، اقفل معاه. طب معانا الحالات؟ لا والله بنعتذر، والله مش معانا الحالات، مش هنعرف نجيبها دلوقتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فطبعا دي ازاي انت بتتكلم وبتقول ان انا بتظلم وانت اصلا مش عايز تشوف اللي كان معاك، بس انت عايز تصدر للجمهور، جمهور الزملكاوي وللراي العام بصفه عامه، ان انت طول عمرك مظلوم وطول عمرك في مؤامره ومش عارف مصر عايزه مننا ايه. بجد يعني حاجه دون المستوى. حقيقي قناه الزمالك لما تيجي تتكلم، لو بتأدي كاعلام، ضمير مهني في الارض، ضمير ميت حرفيا. انا بقول الكلام ده، وعلى فكره وبرقف قوي بالزملكاويه الجماهير الحقيقيه اللي هي بتشجع الزمالك وبتحب النادي. بس المشكله عندكم يا جمهور الزمالك، المشكله عندكم في قناه الزمالك من اعلاميين ما عندهمش ضمير ب 2 جنيه. حرفيا انت المفروض شايف حاجه غلط قولها، شايف حاجه غلط قولها. اصلا انت موجود علشان تنتقد نقد بناء، قصدك بيه الصلاح مش قصدك بيه التطبيل. طبعا النقد او الانتقاد اللي بيعمله الصحفيين بتوع نادي الزمالك او اللي بيظهروا في نادي في قناه الزمالك، نقد بشوفه يعني مستوى قليل قوي حقيقي، بقى شكلهم وحش. يعني يكفي ان انت بتنتقد حاجه اصلا هي عندك، يكفي انك جاي. انا في مثل بيتقال عندما ما اعرفش تتحدث ايه عن ايه، يعني عيب ان انا اقوله، بس بجد انا باجي اتفرج مثلا عشان هي ماده ممكن اطلع اتكلم فيها عن يعني في القناه وكده، بس بجد بيصعب عليا جمهور الزمالك قوي حقيقي. ما عندهمش كوره، ما عندهمش اعلام، ما عندهمش اي حاجه كويسه. الله يكون في عون نادي الزمالك وجمهوره. وبكده تكون انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.